شحال من مره كتكون جالس ما عليك ما بك حتى كيسلاط عليك شي مشكل، كتلقى راسك طرف في واحد النزاع ما عندك فيه لا نقه لا جمال، ما كتفهمش كيفاش. هادشي اللي وقع لي وغنعاودوا لكم اليوم كالحجايه. السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في خلف الكواليس مع فدوى، قصه جديده وان شاء الله درس او لا دروس جداد. في ديك 2016 2017 كنت خدامه في واحد الشركه ماناجر، وكانوا عندي مجموعه ديال الناس في الفريق ديالي. من هاد الناس كان واحد السيد اللي غيكون ما فايتش في ديك الوقيته، لا مازال عاقله، ما فايتش 30 عام، كان مزوج وعنده وليد. ارى ان هاد السيد هذا كان كيهضر مع شي مرا واحده اخرى على مراته، يعني كيعرف شي مرا واحده اخرى على مراته، وشنو داير مقيد النمره ديال ديك السيده في الريبرتوار ديالو، في لي كونتاكت ديالو مقيدها ماناجر فدوى. واحد النهار مراته وقيله واش غتقلب له التليفون، المهم انا ما فهمتش كيفاش غادي يوقع بطبيعه الحال، وغادي تلقاه تيهضر مع شي وحده ماناجر فدوى، وغتلقى لي ميساج، المهم داكشي ما غيعجبهاش. وهي دابا عارفه بان الماناجر ديالو سميتها فدوى وعارفه فين خدام. شنو غادي دير؟ غادي تقلب على هذيك الماناجر فدوى باش دير لها الشوهه في الخدمه. دابا انا في ديك الوقيته كنت كنقرا اللغه الصينيه في واحد المركز، وكنت كنخرج نهار الخميس مع 4:30 باش كنمشي نقرا. الحمد لله ربي كيدير تاويل ديال الخير، ما غادي تقلب عليا غير نهار الخميس من مور 4:30. باش غادي تجي غتسول السيكوريتي اللي في الباب، غادي تقول له واش كاين هنا واحد الماناجر سميتها فدوى، غادي يقول لها كاينه، المهم غتبقى تغوت بشي هضره، المهم غتقول له شنو كاين، المهم غدير فضيحه. هو دابا ما يصدعش راسو معاها، يقول لها شوف لا اصلا هاد الماناجر هادي راه اليوم كتخرج معها، حيت هو بطبيعه الحال تقيد الدخول وتقيد الخروج، وعارف بانني انا الخميس تنخرج مع 4:30. قال لها اصلا هي اليوم كتخرج مع 4:30، الا بغيتيها اجي غدا وراكي غتلقايها ماشي مشكل. فاش غادي تكون خارجه واحد السيده خدامه معايا، غادي يقول لها ودي راها شنو راها مرات فلان جات كتقلب على فدوى، وراها شنو. المهم انا جالسه مع 9 ديال الليل والتليفون كيصوني ليا. المهم انا السيده ماما فاش تعيط لي جاوبتها الو السلام عليكم، كي دايره واش لاباس عليك؟ بخير لاباس الحمد لله. ودابا هاد السيده هذه دابا بقوه ما الموضوع حساس، معناتها هي مزوجه وعندها وليداتها وداكشي كاع كامل، كتهضر معايا غير بشويه. الو شوفي راه مرات فلان جات كتقلب عليك، وقيله راه راجلها داير سميتك في الريبرتوار وتيعرف شي وحده. عرفتي المهم شوفي انا قلت لك شنو كاين باش تعرفي راسك شنو غادي ديري. المهم بعدا الله يرحم ليها الوالدين، حيت يعني فعلا منين قالت لي شنو كاين كان عندي لي كامل باش انني نفكر شنو خاصو يدار، ماشي بحال لو انني جيت لغد ليه وما عارفه شنو كاين، يعني كنت غنتصدم، يقدر انني ما نعرفش كيفاش ندير نتصرف. وبقيت كنفكر ويا سيدي يا ربي، ودابا بنادم هاني دايها في راسو دايها في شغلو تيلقى راسو في مشاكل بحال هكا. زائد كيف ما نتوما عارفين بحال هذا النوع ديال الاخبار عرفتي كيفاش كينتشر والناس تيبداو يزيدوا فيه، يعني فضيحه وفهمتيني، والسمعه ديالك غادي تقاس، يعني واخا الناس كيعرفوك واخا ما يكونش داك الشيء بصح، واحد الوقيته الناس راه ما تيبقاش يهمهم واش بصح ولا ماشي بصح، تيبداو يعاودوا يشربوا به اتاي ويشربوا به القهوه، المهم سير يعني واحد المده عمال ما توقعش شي فضيحه واحده اخرى عاد ينساو هذا الشيء. نط في الصباح عادي كما العاده، مشيت دخلت، جاو عندي الناس ديال الخدمه، واش في راسك واش هو ديك الساعه كان مازال ما جاش، واش في راسك. انا ديك الساعه طلعت عند المديره الشركه اللي كانت هي المديره الشركه وفي نفس الوقت المديره ديال الموارد البشريه. السلام عليكم. السلام. ها ما كان انا هاد السيد ما بيني وبينه حتى شي حاجه من غير الخدمه، يعني حتى شي مرات الا اضطريت انني نصيفط الفريق ديالي شي ميساج، يعني في التليفون ديالهم تيكون ميساج في الجروب الكل شي تيكون نفس الميساج، وتيكون غالبا شي ميساج اللي عنده بالخدمه شي حاجه ضروريه، اما انا ما تنهضرش معاهم بالميساجات، ما تنعيط لهمش الا لا قدر الله شي حد مثلا كان مريض ولا غياب ولا شي حاجه تنعيط نسول فيه على الخدمه، يعني ماشي تنسول فيه، يعني ما كنحاول ما امكن انني نبقى بروفيسيونيل في التعامل ديالي معاهم. يعني شي واحد تقول له مالك ما جيتيش هذا تعرف شنو كاين، شحال الوقت غادي يغيب، ولا هو تيكون غيغيب كيعيط لي كيعلمني، صافي شي حاجه اكثر من هذا الشيء ما كايناش. قلت لها شوفي ها شنو كاين، انا دابا هذا المشكل هذا ما عندي حتى علاقه به، وهذا المشكل وقع في الشركه هنايا، يعني عنصر هنا في الشركه اللي بغى يدير هذا المشكل هذا غتحلوه معاه. قلت لها غتعيطي له وغتهضري معاه يحل المشكل مع مراته، حيت انا راه ما الا جات ما غنهبطش نهضر معاها، والا وقعت شي حاجه غادي نمشي نديكلاري بها، وانتم اللي غتحملوا المسؤوليه، حيت انا في حمايه المؤسسه ديالكم. صافي فاش قلت لها انا هاد الهضره قالت لي من حقك عندك الحق. ديك الساعه هزت التليفون ديالها عيطت للسيكوريتي، الو الا جا شي حد كيسول على فلانه عيط ليا، اصلا انا ما غنهبطش عند ديك السيده ما غنهضرش معاها، حيت علاش؟ حيت واخا انا ما دايره حتى شي حاجه، الا لا قدر الله تساطحت انا وياها وبدات كدير الفضيحه صافي، حيت الناس الشركه كامله واخا غيسمعوا
فلانه ما تعرف، ماشي كلشي كيعرف فلانه، ولكن الا شافوا انا وجهي شافوا وجهي وهي كتغوت عليا، وجهي راه غيعقلوا عليه صافي. يعني بحال غنثبت على راسي داك الشيء واخا ماشي بصح، باش نكونوا متفاهمين. الناس راه ما كيهمهمش واش بصح ولا ماشي بصح، صافي. الناس خاصها غير ما تعاود، خاصها غير ما تدي من التبرقيق، خاصها ما تنقل من الهضره. المهم هادشي حنا راه عارفينه كيفاش خدام. الناس يحماقوا على بحال هاد الاخبار هادو. دليل على ذلك وهو انه انا غير من البارح لغد ليه مشيت لقيت عتي الدنيا الناس اللي خدامين معايا، وما يمكنش عتي لقيت الناس تو 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 واش فراسك واش فراسك واش فراسك اجي واش عرفتي شنو كاين البارح شنو وقع، راه مازال ما كاين حتى شي حاجه، وهذوك الناس عارفيني وعارفين هو كيفاش داير. وهكاك بطبيعه الحال دابا بنادم تيبغي انه يدير شويه لومبيونس في الحياه ديالو. وبالاضافه الى ذلك قلت لها انا ما غنخرج من هذا البيرو الا حتى غتعيطي ليه وغتهضري معاه وغادي تفهمي شنو واقع، عاد نهبط نخدم. وفعلا عيطات له، طلع جلس قالت له ها شنو كاين شنو واقع، يعني شنو هو التفسير ديال هذا الشيء. المهم الحمد لله على الاقل برأ الذمه ديالي انا، يعني انا ما كاين حتى شي حاجه. خلا ودي السيده هذه انا كنحترمها وما بيني وبينها غير الخير والاحسان وغير الخدمه، راه غير مراتي اللي شويه حمقى ويبقى بشي هضره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بعدا كتشوف غير كيفاش كيهضر على مراته كتقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اش دخلني انا لهذا الشيء، مراته ما تثقش فيها الله. يعني واخا هكاك ماشي مشكل، قول وقع واحد المشكل سوء تفاهم ما تبقى كيهضر عليها بواحد الهضره. المهم الله يهدي ما خلق، شي هذا هو الموضوع صافي. ديك الساعه المهم قالت له شوف غتعيط لمراتك وغتحل معاها المشكل. قالت له حيت انا ما باغا مشاكل هنايا، ما باغا صداع، ما باغا شوها صافي. قالت له غدبر راسك يا اما انت اللي غتحمل المسؤوليه الا وقعت شي حاجه صافي. فعلا في العشيه جات مراته يهبط عندها، هو ماشي يهضر معاها بالعقل وبالشويه، لا لا لا، داروا سكوندال في هذاك الباب. كلشي تفرج فيهم، ماشي غير الشركه، هذاك الشارع كامل، هذيك الزنقه كامله خرجت كتفرج. يعني باش قلت لكم انا قلت لها راه ما نهبطش صافي، راه ما نشوش انا غير مع الناس اللي خدامين معايا، هذاك الحي كامل صافي خاصني ما نعاودش انا ندور، انا ديك الزنقه ما نعاودش ندوز منها، ما شغليش انا، ما عرفتش انا شنو وقع تما. المهم بقاو كيهضروا في كل مشاكل ديالهم في كل حايل ديالهم، الحمد لله صافي. وهذا ما كان ودازت هاد الزوبعه هذه. دابا شنو هو الدرس اللي انا تعلمته من هذه القصه؟ وهو انه شي مرات كتكون جالس ما عليك ما بك كيف ما قلت في الاول وتنزلوا عليك المصائب. هادشي تيوقع، ما عندنا ما نديرو، هذه هي الدنيا ما حنا غاديين فيها وحنا تندوزو من الاختبارات. غير هو كيفاش كنتعاملوا معاهم تيدار واحد الفرق كبير في النتيجه اللي غنخرجوا بها. لو انني مثلا انا ما جيتش وما طلعتش عند هذيك المديره وما هضرتش معاها وما درناش هذاك الشيء هذا كامل وما خليتهمش هما يتكلفوا، وهبطت انا وشي وحده انا اللي انا راسي سخون وهبطت عند هذيك السيده، فين كنت غادي نصدق؟ نشوه راسي. هي اصلا مشوهه، هي اصلا جايه دير ديك الفضيحه في الخدمه راجلها، هي راه مشوهه، غير انا غنشوه راسي. اذا فاش كيوقع واحد المشكل في الخدمه يعني كنكون انا طرف فيه اولا تجريت ليه، كنخليهم هما يتكلفوا. تهضرش على واحد المشكل صغير، نزاع صغير، سوء تفاهم بينك وبين شي حد غتحلو، كنهضر على شي حاجه بحال هكا راه سكوندال، راه كرامه. السمعه ديال واحد الانسان، السمعه ديال واحد البنت سورتو في الخدمه، خاص السمعه ديالك تبقى نقيه، تبقى كتشعل باش الناس كيبقاو كيحترموك. هذا هو الواقع. وقع ليا شي مشكل كبير تنخلي يعني المسؤولين ديال الشركه هما اللي يحلوه، وانا تنخرج من باب واسع. المشكل وقع عندكم يتحل عندكم. واحد السيده كانت خدامه معايا، المهم بنيتها كانت مازال صغيره زوينه ما شاء الله عليها، واحد البنت واحده اخرى كانت خدامه معنا، المهم كانت كبر منها واحد شويه، وكان واحد الوقيته ولاو صحابات من بعد دابزو. وهذيك البنت اللي كبيره شي شويه كانت كتغير من هذيك البنت الصغيره، حيت ما شاء الله عليها كانت زوينه، كانت عليها العين، كانت بزاف ديال الحوايج، وانا كنظن بانها كانت كتغير منها، حيت ما يمكنش شي وحده غدير هادشي غير هكاك. هاد البنت هذه اللي كانت كتغير من الاخرى شنو كانت كدير؟ كانت كتقول حيت كانت صاحبتها كتقول لهم انا دابزت معاها حيت هي ما مزياناش، حيت هي كدير، المهم كطعن في الشرف ديالها. هذيك البنيته المهم كنقول عليها بنيته، راه ماشي بنيته ولكن هي باش تفرجوا بيناتهم، بنيته زعما كيوت زوينه ظريفه صغيره. شنو غادي دير؟ ما صدعتش راسها. دابا هي وصلاتها الهضره شنو كتقول عليها وبانها ما كتخلي معاه من تشوه لها السمعه ديالها. مشات عند الاغاش وقالت لهم بانني انا كنتعرض للارسيلمون، يعني هادشي راه تيتعتبر واحد لاطاك اللي هي نفسيه، يعني بنادم يقدر يتخيل شي واحد كيشوه لك السمعه ديالك في الخدمه والناس كيهضروا عليك ولا يقدروا يكونوا في وجهك كيقولوا لك شي حوايج خايبين وانت ديك الخدمه كتخدم فيها كل نهار، ديك الناس كتلقاهم كل نهار، هادشي راه ما يمكنش ما يكونش عنده واحد الاثر نفسي. مشات عندهم قالت لهم انا هادشي كياثر عليا وخلاني انني وليت كنجي ما مرتاحاش للخدمه. داروا الابحاث ديالهم، خداو هما استلموا الملف، داروا الابحاث ديالهم، لقاو بان فعلا السيده كتقول عليها كتهضر، جابوا لقاو الشهود، السيده سنات
افيرتيسمون، سدات فمها ما عاودتش حلات فمها. يعني هادشي باش نقول لكم بان المشاكل راهم تيوقعوا، وبزاف ديال المرات تنكونوا غير مجرورين ليهم. نحاول ما امكن انني فاش يوقع واحد المشكل تنبرد دمي، يعني تنحاول انني ما نفعلش، ما نديرش واحد رده الفعل بلا ما نحاول نبان واعر ونبان بانني صعيب وبانني تنقدر ندير. هادشي كله انا ما عندي ما ندير به. حنا تنشريو راحه البال ديالنا، حيت حنا غادي نخدموا، ما غاديش باش ندابزوا مع الناس، ما غاديش باش نديروا المشاكل. راه كل واحد الله يحسن العوان عنده ما يكفيه من المشاكل، عنده ما يكفيه من صداع الراس، ما غاديش يزيد على راسو حتى هاد التخربيق هذا. كان شي مشكل صغير، شي سوء تفاهم، الواحد يقدر يحلو يدوز دغيا ماشي مشكل. كان شي مشكل اللي خصو تدخل، اللي غادي يجيك منه غير صداع الراس، صافي تاسكالادي. كتشوف هذا المشكل، الا كنت نقدر انني نخلي لي غوسورس هيومان يعني الموارد البشريه، كان هذا القسم ديال الموارد البشريه في هذيك البلاصه ديك الخدمه تخليهم يتكلفوا به. كان عندك شي مسؤول عليك كتمشي عنده كتخليه هو يتكلف به. ما كانش مسؤول تتشوف شي حل اخر، تتشوف شي حل ديال انك هذا المشكل هذا انت ما تزيدش تدخل فيه، ما تدخلش راسك فيه. تتشوف واش تقدر تعطيه لشي جهه مختصه او لا شي جهه اللي عندها سلطه عليكم، يعني عليك انت وديك الناس اللي هما اطراف في ديك النزاع، باش هما يحلوه، وكتخرج من باب واسع. وباش تقدر دير هذا الشيء، باش كنمشي نخدم في واحد البلاصه خصني نكون عارف الحقوق ديالي والواجبات ديالي، باش كنعرف راسي كيفاش نحمي راسي. اول حاجه خصني نكون عارفها وهو قانون الشغل. اي واحد دابا تيخرج يمشي يخدم خصو يكون قاري قانون الشغل. قانون الشغل ساهل، كتدخل غير لجوجل كتطبي قانون الشغل او لا كود دو ترافاي، كود ماروكان دو ترافاي، وكتقراه. راه كاين بالعربيه وكاين بالفرنسيه، يعني هادوك ضروري باش كتعرف ما لك وما عليك بالنسبه للقانون. حيت راه ما تخيلوش شحال من مره، شحال من واحد كيسمح في حقه هو ما عارفش بانه حقه، ولا شحال من مره الواحد كيدير شي اغلاط فادحه اللي كيدفع الثمن ديالها غالي هو ما عارفش. ومازال نعطيكم بزاف ديال الامثله ونعاود لكم بزاف ديال الاغلاط اللي انا وقت فيها، حيت هاد الهضره اللي كنقول انا راه جايه من واحد التجربه، يعني راه طحت في شي اخطاء اللي من بعد اكتشفت بانني كنت نقدر نتجنبهم، وحيت انا ما عارفاش، حيت ما عنديش المعلومه او لا حيت ما قلبتش على المعلومه، درت المشاكل لراسي. ثاني حاجه، ملي كندخل واحد الشركه ضروري غالبا المؤسسات يعني الاغلبيه ديالهم كيكون عندهم النظام الداخلي ديال هذاك ديال ديك الشركه ولا ديال ديك المؤسسه اللي كتسمى لو ريغلومون انترن. يا اما هما تيعطيوه ليا منهم، يا اما تيكون شي انترانيت، يا اما تيكون مينيو ملصقينه في شي بلاصه، يا اما كنطلبوا ولا ما عطاوه لياش. تنقراه مزيان وكنعرف شنو هو القانون الداخلي ديال ديك المؤسسه، واش كنعرف ما ليا وما عليا. هادو ضروريين. انا بالنسبه ليا تبارك الله الناس اللي فايت لهم يعني عندهم الخبره وفايت لهم خدامين شي راه عارفين، ولكن هذا الميساج هذا هذه الرساله للناس اللي مازالين يلاه بادين في الخدمه او لا يلاه غيبداو في الخدمه. كما تيقولوا القانون لا يحمي المغفلين. راه شي مرات راه شي حاجه بسيطه راه تقدر دير لك مشكل كبير غير حيت انت ما عارفش، ولا خطا تقدر تطيح فيه حيت ما عارفش ودفع الثمن ديالو غالي. وكنعرف بزاف الناس اللي وقع لهم هاد المشاكل بحال هكا. دابا هاد القصص اللي عاودت لكم اليوم يعني كانت غير واحد مقدمه لهذا الموضوع اللي هو مهم جدا. وبهذا الميساج هذا غادي نختم هذه الحلقه هذه. نتمنى انكم تكونوا استانستوا بها، وخصوصا انكم تكونوا تعلمتوا من الدروس اللي انا تعلمت منها. شكرا على الاستماع ديالكم، نتسناوني في القصه القادمه ان شاء الله، ونهاركم مبروك.